بسوريا في 14 محافظة، وكان في حلم انه لبنان يصير المحافظة 15. بس ما صارت طبعا. رح نشوف هيدي الحبكة يعني اللي بدها تصير. نحن يعني هيدا موضوع عم نحكي فيه بالمسلسل، بس اكيد مش هو الموضوع الاساسي. بس هو نحن عم نحكي عن فترة امتدت لسنين تحت الاحتلال السوري. بسوريا احتلال سوري؟ احنا حبيبتي ما خرج، نحن متعودين يحتلونا. لا كريم، ما يعني ما ناقص غير تطلعي وتقولي ها هي اختي السورية. عيب كريم، ما بسمح لك بنوب هذا الكلام. شو هي 14 محافظة و15 محافظة؟ نحن يا دوب ضالين كم محافظة؟ ما بعرف، نسيت كم وحدة ضلينا. يعني نحن ما بنمون على بعض كريم، ما بنمون نلم بعض حتى اسا نجيب هم على قلبنا. لا كريم انت خربطتي ولا تظلموا كريم. كريم حبيبتي نحن بالعادة نحتل، بس انه نحن نحتل ما خرجنا، ما خرج. مثل ما عم بقلك خربطتي عيدية يا عمي، احنا منا خرج حتى نحكم حالنا، حتى نحكم غير بلاد. ايه خلاص يا كريم تركيها لربك. احتلال سوري حلمي شي مرة نحتل حدا. وناس غير تعملونا مثل الفرنساوي، وتعملوا مسلسل بلبنان تسموه باب الجارة، وتعملونا شي 25 جزء، وانه نحن المحتلين، وينزل الثوار من الزلقة يهجموا على العدوان السوري اللي قاعدين بشتورة. بدنا نميز، بدنا نفرق. ما تعملي مثل شركائنا بالوطن واخواتنا بالوطن، وقت يعصبوا شوي ويتنرفزوا شوي بيطلعوا ببلشوا يقولوا كلهم، يعني كلهم. لا مو كلهم، بدنا نميز بين النظام وبين السوريين. نحن ما بنمون على حالنا يا كريم، ما بنمون. نحن منا محتلين بأرضنا حتى نحتل. ولا يا كريم خلاص احذفي المشهد اللي حكيتي فيه تبع الاحتلال السوري. يبعت لك مقاطمك. بحبك كريم، انا بحبك والله بحبك، بس يعني مش محتلين، مش احتلال السوري. بتقولي احتلال هدوك النظام. شو هيدا يا عمي؟ يا دلي عليك يا كريم، ما بتعرفي الشيء.